ويورث اللؤم والنفاق، والعلاج يكمن في التخلص منهما والانفكاك عنهما واستبدالهما باجتماع تلتقي به الأرواح قبل الأبدان وتذوب به الأحقاد قبل الميلاد، وحسن خلق ينفي الغش والبغضاء ويقضي على الشتيمة والشحناء، مع استسلام لله عز وجل بما يصنع ورضا بما يكتب. نعم، قد يحدث للأخوة الإيمانية ما يكبر صفوها ويأتي على الصداقة ما يقطع حبلها من إساءة مقصودة أو مشاية منصوبة أو سعادة مغرضة، وقد يحتاج إلى كثير من الوقت لرفع الصدع وبناء ما جناه الهدم، ولكن دون أن يصل الأمر إلى حد الافتراء وتكدير الأجواء وتنفير العشيرة ونسف جهود التقارب والإصلاح، لأن هذا عباد الله ينافي أدب المسلم وخلقه مع نفسه ومع الخلق ومع خالقه سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يحقد ولا يحسد ولا يبغي ولا يفجر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: المؤمنون هينون لينون كمثل الجبل الألف إن إذا قيل انقاد وإذا أنيخ على صخرة استناء. الجبل السهل الانقياد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بذلك الجبل الهادئ الذي إذا أخذ بخطامه صاحبه انقاد له، وإذا ربطه على صخرة بقي في مكانها. المؤمنون هينون لينون كالجبل الألف إن قيل انقاد وإذا أنيخ على صخرة استناء. المؤمن يعفو ويصفح ويحلم ويتجاوز، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. المؤمن يعلف ويؤلف ويسترضى فيرضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المؤمن يعلف ويؤلف، ولا خير في من لا يعلف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. المؤمن ينصف ولا يبخس ويعدل ولا يجور، إن أحب لم يكن حبه كلفا، وإن أبغض لم يكن حبه تلفا، يحب هونا ويبغض هونا. إن قطعه أخاه لا يقطع أخاه عن الثياب، لا يقطع أخاه عن الثياب، ولا يهجره دون استعداد، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. المؤمن عباد الله الأخذ بنظر الإسلام يزور وإن لم يزر، يؤثر وإن لم يؤثر، يصل وإن قطع، يصل وإن قطع، يعطي ولو منع، يعطي ولو يمنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فالمؤمن من الكبر والعجب ناجح، وفي العجر والفضل طامع، فضل جلاه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ورغبه فيه لأنه من سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والمولود في الجنة، والأخ يزور أخا له بناحية النفر في الجنة. ومن لطائف ما ذكر في الزيارة أن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من هو في علمه وتقواه وورعه، يزور تلميذه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فقيل له بذلك فقال وأجابهم: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت المكارم لا تبالغ منزله، فإن زرته فبفضله، وإن زارني فلفضله، فالفضل في الحالين له. أين نحن عباد الله من هذه الأخلاق، من هذه الآداب السامية؟
تأملوا، انظروا في هذه الآداب السامية، تأملوا في هذه الأخلاق العالية، ثم لننظر بعد ذلك ما هو حظنا منها، ماذا جنينا من هذه الثمار، وما قطفنا من مثل هذه الأعمال العظام. وقبل أن نستعجل الحكم أو نبالغ في التقييم، لا بد أن ننظر نظرة دقيقة بعين العدل والإنصاف إلى ما نحن اليوم فيه. فإن الذي يطلع على ما نحن فيه من ترك لهذه الأخلاق يجد أو يتحسر لما فرطنا فيه من الآداب، ويحزن لما بذلنا من الأخلاق، ويبتئس لما حل بيننا للأسف الشديد. نقول هذا بكل حسرة وأسف، نقول هذا بكل حسرة وأسف، حيث أبدلنا التطاوع معاندة والتحاب تباغضا، وأخلفنا البشاشة عبوسا واللطف والرحمة وحشة وفظاظة، وعوضنا الستر فضاحة والتعاون تدابرا والتناصح تلاؤما، وصار سوء الظن عند بعضنا للأسف الشديد، صار سوء الظن اتهاما وبهتانا، وعدم التثبت في الأمور دليلا وبرهانا، نفتري به عن الأبرياء ونقذف به الأبرياء حقدا وحسدا غيظا وكمدا، انتصارا للنفوس ودفاعا عن الأهواء. وإلا عباد الله، فأين التكاتف وأين التسامح؟ أين التكاتف وأين التسامح؟ وأين التطاوع وأين التناصح؟ أين الأخوة؟ أين التحاب؟ أين التطاوع؟ أين آداب المجالس؟ آداب الخطاب؟ أين آداب